عليكم. تعالوا مع بعض نشوف احلى صينيه. يا ترى صينيه ايه الجميله المحمره المقمره؟ يلا بينا مع بعض نشوف اليوم الشقاء بتاعي اللي بدأ من اوله لاخره. يلا بينا. وهي اتحطت الميه تغلي، بس الجديد بقى انا هقول لكم دلوقتي ايه الجديد اللي انا المكرونه بشاميل عملتها. طبعا ان انا هعمل المكرونه القوقعه مع المكرونه. طبعا دلوقتي انا غليت الميه وهبدا طبعا احط المكرونه اللي هي القوقعه. المفروض ان انا طبعا مش حاطه ملح ولا حاطه اي حاجه، لان طبعا مش هسيبها تغلي كتير. هنشوف مع بعض ازاي. هنا كل الكميه وهسيبها. طبعا انا حطيت بصل وطماطم تحت المبشره، وهحط هنا على اللحمه المفرومه واقلبه كله مع بعضه. وطبعا انا حابه ان كله يبقى فيه خضار، وهنا انا عندي فلفل اصفر على اخضر على رومي على جزر. كل ده انا هحطه كده في الحله، ومش هحط التوابل. انا حطيت الملح على فكره. انا متعوده من ميه المكرونه بزود العصار، يعني بطلع من ميه المكرونه كده عايزه اطلع الميه. بصوا بزود العصار كده بميه المكرونه علشان تساعد معايا وتديني النشويات الجميله اللي بتبقى في المكرونه. حاجه بسيطه كده بتساعد، لان الخضار طبعا مع الطماطم مع كله بس لما نحط معلقتين من المكرونه المسلوقه. طبعا دلوقتي انا هزود الملح، هزوده، وهنا فلفل اسمر وكركم وبابريكا بس مش اكتر. وهحط دلوقتي طبعا هنحط زي معلقه صغيره، لان انا عامله دلوقتي طبعا انا هضيف عليها معلقه الزبده. على فكره الكاميرا بتظلم قوي الخضار وبتظلم كل حاجه علشان برضو البخار، بس انا بحب انا اوريكم دايما بشكل. هنا طبعا المكرونه خلصت، هبدا هنا اطلعها. حطيت حته زبده في الصينيه دي وهطلعها دلوقتي انا بالزبده، وحاولت ان انا اقلبها كلها مجهزاها عشان تبرد شويه. وهنا البشاميل على البارد حطيت زبده وحطيت الدقيق وحطيت الملح، بس لسه مش هحط التوابل دلوقتي. التوابل هي عباره عن ايه؟ سنه فلفل اسمر بسيط، لان انا حاطه توابل كتير. وطبعا نحاول ندوق الملح، ده شيء اكيد. ولانه معمول بالملح انا مش هحط مرقه الدجاج بتاعه الدجاج، لان ما ينفعش مرقه دجاج على مرقه دجاج بالفراخ تبقى معايا يعني. القوام بقى جميل ما شاء الله، يعني اوريكم بالمعلقه. القوام بقى حلو قوي اهو، لا هو خفيف ولا هو تقيل زي ما احنا شايفينه كده اهو بالظبط. هبدا بقى دلوقتي انا احطه في اقلب احط المكرونه. دلوقتي طبعا انا حشيتها كلها، الصينيه دي والصينيه دي، علشان الكاميرا فصلت معايا. وهنا معايا جبنه رومي، هحط كده جبنه رومي على كل واحده، او ممكن يعني احنا المفروض ان هي واحده، بس انا هحط كله على بعضه كده. هرش كده على الوش علشان يدي طعم لكله يعني. بصوا زي ما احنا شايفين اهي كله على بعضه. طبعا دلوقتي هحط البشاميل على الوش. المفروض ان انا معايا كبشه او معايا دوره او معايا اي حاجه، بحط منه بالراحه كده على الوش كده بنظام، علشان يبقى جاي على الكل، لان احنا عايزين البشاميل ده كله يخش جوه بالشكل ده، يبقى كله على بعضه غرقانه كده بالبشاميل. يعني اول حاجه بنسقي واحده وبعدين هنحط كله على بعضه بالشكل ده. هنحرك الصينيه علشان البشاميل يخش على كله زي ما احنا شايفينها كده. انا كملت الصينيه دي، والصينيه دي كامله اهي برضو، الثانيه كامله. هدخله في الفرن واكمل البشاميل. بقى انا حابه احط البشاميل مع شويه حطها في دورق عشان اضربهم في الخلاط بشويه. دلوقتي انا معايا الطاجن، هحط شويه صغيره خالص كده في الارضيه، حبه صغيره خالص. وهنا برضو هحط شويه في الارضيه كده، واجيب المكرونه اللي متقلبه بالعصاج
ودلوقتي طبعا انا هرش بسيط قوي قوي عشان حاطين جبنه، حاجه بسيطه كده على الوش. وهبدا دلوقتي احط البشاميل على الوش كده، علشان طبعا هي اسمها ايه؟ اسمها مكرونه بشاميل، يعني مش بشاميل لوحده، لا مكرونه بشاميل. كده خلصنا البشاميل عشان نحطه في الفرن، ويا دوب سنه بس فلفل اسمر كده يعني على الوش كده، مش كتير يعني، بس اهو على الوش كده. طبعا عايزه اقول لكم الحله الفخار دي انا عامله فيها ايه. انا هنا عامله زبادي في الفخار ده، وهنا برضو في الفخار اللي تحته، عشان بعد ما اخلص في الفرن خالص هحط القشطه اهي. برضو عامله قشطه في الفخار وعامله الزبادي، بحيث ان هما هحطهم في الفرن وهيبقوا زي الفل ان شاء الله. طلعت معانا المكرونه القوقعه، بصوا جميله ازاي. طلعت معانا المكرونه القوقعه جميله جدا ولونها رائع، شايفين لونها جميل ازاي. طبعا انا علشان اطلعها لازم اسيبها تبرد خالص خالص. شايفين لونها جميل ازاي، زي الفل، لونها ذهبي وجميله جدا. هنستنى بقى الصينيه المكرونه اللي هي البشاميل العاديه تطلع، بس شوفوا البشاميل اللي عليها زي الكريمه، جميل جدا. لازم اسيبها تبرد خالص، مش هطلعها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الطواجن طلعت تجنن تجنن تجنن. وطبعا المكرونه ما ينفعش ان انا، هي طبعا هتقولوا لي صفرة ليه كده، هقول لكم علشان الجبنه الرومي، وكمان انا حطيت عليها شويه كركم، فهي مديانه الصفار، وانا بحبها تبقى محمره وجميله كده. بصوا دي الطواجن، طبعا انا ما بقطعهاش الا لما تبرد خالص. ودي طبعا برضو المكرونه اللي هي قوقعه، مش هينفع طبعا ان انا لازم تبقى بارده خالص، علشان انا اخد، ممكن اطلع اتنين مع بعض وممكن واحده، بس هما اتنينات هيبقوا اتنينات على طول. بصوا بقى الجمال، حاجه مفيش بعد كده. دي صينيه اللي هي قوقعه، ودي طبعا الطواجن زي ما احنا شايفين ازاي تجنن بجد. وكده قدامنا خلصت المكرونه بالبشاميل، المكرونه العاديه، وانا عملت بقى المكرونه اللي هي قوقعه. ودلوقتي طبعا مش هقطعها، لاننا كلنا عارفين المكرونه بتبقى عامله ازاي لما تتقطع. وانا فرحانه وبلعب، لان يوم شقاء، يوم عناء، يوم تعبت والله العظيم من الصبح. عملت قشطه، وعملت زبادي، وعملت ايه تاني، وعملت شتيته اللي هي الهريسه. كده كتير كده كتير 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 كتير. والى ان نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.